السلام عليكم. معك المعطي الزروقي، مهني سيارات الأجرة، مدينة بوزنيقة. كنشكركم اخويا كيف منحتونا حق الرد على ما جاء البارح. حقنا نوضحوا للرأي العام، ما سواء المهني ولا المواطن، ما عندناش مشكل. بالنسبة نهار الاثنين إخوان مهنيين تفاجئنا بهم، داروا واحد الملصقات في المحطة بلجنة تحضيرية ما مقبولاش من هاد المهنيين، وما جاء في هذوك الملصقات وهو اللي بغى يترشح لتأمانيت يدي لاكارت ديالو لواحد الكورتي. واش حنا عايشين في غابة؟ من جهة البارح والبارح نهار الثلاث كنتفاجئوا، اتصل بنا السيد الباشا على اساس تم الالغاء. بالنسبه لدار الشباب كذلك هو مثال، جينا لعند الاخوان قال لك ودي راه كاين الالغاء من طرف السيد الباشا. حنا امتثلنا للسلطات على راسهم السيد الباشا، حنا ماشي ناس فضويين. انا مرحبا اللي بغى يترشح يكون جمع عام، تكون السلطه اللي تشرف عليه، ومرحبا ما كاين حتى شي مشكل. كنتفاجئوا البارح بالاخوان داروا واحد الصندوق هنا، جابوا مفوض قضائي من بعد ما قال لهم السيد المدير ديال دار الشباب كاين الالغاء. كنتفاجئوا بالاخوان دايرين صندوق في الزنقه. المهنيين استنكروا هذاك المشكل، هذا الشيء اللي كان ديك النزيله ديال البارح ما قبلناهاش. لهذا تواصلنا معاكم ومنحتونا حق الرد، مشكورين. وباسمي وباسم المهنيين كنشكروكم وكنشكروا السيد الباشا اللي تجاوب معنا. وخير دليل ان اليوم داو هذوك التوقيعات، للسيد الباشا، ومن بعد السيد الباشا قال لهم بهذه العباره اي حاجه دارت في الزنقه كتبقى في الزنقه. وكنشكروا السيد الباشا وكنشكروا السلطات، والتحيه.